سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم. قالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن الشرطة المحلية في العاصمة باريس جندت 2000 عنصر أمن لتأمين الاحتفالات وتجنب وقوع أعمال شغب مساء اليوم الأربعاء بمناسبة مباراة نصف نهائي كأس العالم بين المغرب وفرنسا. وحسب الصحيفة الفرنسية فإن الشرطة المحلية بباريس على أهبة الاستعداد لتأمين الاحتفالات المرتقبة سواء من الفرنسيين أو الجالية المغربية الواسعة المتواجدة في فرنسا إذا فاز أسود الأطلس في المباراة المرتقبة. إن شاء الله غيكون الفوز. وقالت لو باريزيان أن الجالية المغربية والعربية المقيمة في فرنسا ستتوجه مساء اليوم إلى أشهر شارع في باريس وهو شانزليزيه لمشاهدة المباراة في الهواء الطلق والاستعداد لاحتفال إذا تأهل أسود الأطلس للنهائي كأس العالم إن شاء الله. واعتقلت شرطة باريس أكثر من 100 مشجع مغربي في منطقة باريس الكبرى خلال أعمال عنف اندلعت في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بعد بلوغ المغرب نصف نهائي مونديال قطر. وشهدت العاصمة الفرنسية احتفالات للمغاربة بتأهل منتخب أسود الأطلس إلى المربع الذهبي المونديال قطر 2022 بعد الفوز على البرتغال ب1-0 مساء السبت على ملعب التمامة بالدوحة. وذكر بيان للشرطة أن معظم المحتجزين يواجهون تهم الإضرار بالممتلكات والعنف الموجه إلى قوات حفظ القانون والنظام، مشيرا إلى أن البعض انضموا فقط إلى جماعات المشجعين بغرض ارتكاب أعمال العنف فقط. واعتقلت الشرطة 108 أشخاص في حين أصيبت 19 من أفراد الأمن بإصابات طفيفة خلال الاضطرابات. وأوضحت الشرطة ذاتها أن حوالي 20,000 مشجع للمنتخب المغربي تجمعوا في شانزليزيه للاحتفال بفوز فريقهم في قطر، وكان الاحتفال سلميا في البداية. وأفادت مصادر إعلامية فرنسية بأنه تم اعتقال 70 مشجعا في مدن تولوز وأفينيون ونانت وفالنسا أثناء الاحتفالات بتأهل المنتخب المغربي.